100 جنيه انت بتضيعها كل يوم يبقوا 36,000 جنيه في السنه. شوف بقى انت عندك كام حاجه كل يوم بتضيع فيها 100 جنيه. طب هو انت بتقبض كام على مصاريفك دي كلها؟ انت محتاج تقسم مرتبك صح، وفي كذا طريقه لده. اكيد انت عارف سياسه ال 50 30 20، وهي انك بتقسم فلوسك 50% اساسيات، 30% رفاهيات، 20% بتحوشه. في بقى قاعده جديده اسمها 75 15 10. 75% من فلوسك بتروح للاساسيات، اكل بقى، شرب، ايجار بيت، بنزين، بتخليك تدور على بدائل ارخص وتصرف في حاجات تستحق. يعني ما بقولكش ما تجيبش كوبايه القهوه اللي نفسك فيها، لو القهوه بتخليك تركز اكتر وبتحسن مودك يبقى تستاهل الفلوس. 15% بقى من فلوسك هيروحوا للطوارئ، عشان لو عربيتك عطلت او موبايلك باظ مثلا. ال 10% المتبقيين لازم تستثمرهم عشان مستقبلك وتنمي ثروتك. اشهر مستثمرين في العالم وصلوا لده مش بمرتبهم، لكن بالاصول اللي بيملكوها وبالاستثمار. يعني لو مرتبك 8000 جنيه هتشيل منهم 800 وتستثمرهم في ابلكيشن بكره اللي بيستثمر فلوسك في ذهب وعقارات، وخليها بقى قاعده عندك كل شهر، وشهر على شهر هتلاقي فلوسك وعليها ارباح. خليك ناصح وخطط لبكره عشان